تعالى وبركاته. نلتقيكم مجددا من رحاب شبكة السلام الإعلامية، ومن خلال برنامجنا فاسألوا أهل الذكر يطيب لنا أن يتجدد اللقاء بكم وبجميع المشاهدين. في بداية هذا اللقاء أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدين. لقاءنا اليوم يكون عن موضوع مهم بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اللقاء عن أمر هام يتعلق بما يتعلق بوحدة الأمة واجتماع الكلمة ونبذ الفرقة، وهذا الاجتماع هو من ركائز هذا الدين ومما يقوي الأمة ومما يجعل هي قوية شامخة عزيزة، وليس لقاء وليس حديثا عن أمر ثانوي، إنما هو من ركائز ومن قوائم هذه الأمور التي تعتد بها جماعة المسلمة. ولا شك أن هذا الموضوع ذات أهمية في واقعنا وفي ديننا، وركائزه حاضرة، وكذلك ما يؤثر عليه له أيضا أهمية أن يفقهه المسلمون. فضيلة الشيخ حسن، لعلنا في البداية نتعرف ما المقصود بالجماعة وأهميتها وعناية الإسلام بها. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للحق حيث كان، وأن يجعلنا من أتباعه وأنصاره ومحبيه. موضوع الجماعة يأخذ أكثر من مستوى وأكثر من بعد. البعد الأول هو البعد العقائدي، البعد الإيماني، بعد الوحي. فالجماعة في هذا الإطار كل من وافق الحق فهو الجماعة، حتى ولو كان واحدا أو كانت مجموعة. فهنا في هذا المستوى على وجه التحديد لا علاقة لها بالأكثرية والأقلية، بقدر ما لها علاقة بمتى مطابقة ما أنت عليه لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم، عبد الله بن مسعود كان يقول: الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، أو من كان على الحق ولو كان وحده. فلزوم كتاب الله سبحانه وتعالى ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم إجماعات المسلمين التي تم الاتفاق عليها، هذا يدخل في الجماعة. هذا على مستوى البعد الإيماني العقدي التصوري. بطبيعة الحال هذا الحق هو صحيح لن يكون وحيدا، إنسان في ظل حالة المسلمين العامة لن يكون شخص وحده، لكن قد يكون وحده في مقابل الكافرين، قد يكون وحده في مقابل الذين لا يدينون بدين الحق. لكن في إطار أهل الإيمان نادر أن يكون الشخص وحده وأمة الإسلام على شط آخر. هذا الجانب الأول. البعد الثاني، الجماعة قد تأخذ أشكال أيضا متعددة. عندك اليوم مثلا يمكن أن تتكلم أنت عن جماعة المسجد، ويمكن أن تتكلم عن جماعة الحي، ويمكن أن تتكلم عن جماعة الدعوة. نعم. كل ذلك يمكن أن يدخل معنا في الجماعة. لكن خلينا نذهب مباشرة المعنى الأشمل العام الذي تتكلم عنه كثير من النصوص الشرعية، وهو الجماعة عندما تأتلف وتلتقي على إمام واحد. عليك بجماعة المسلمين وإمامه. نعم. فالجماعة في السياق السياسي هو أن يكون عليه إمام، فإذا فقدت الإمام في سياقها السياسي لا تسمى جماعة. إذا فقدت الإمام لا تسمى جماعة. ولذلك أهل السنة والجماعة بهذا المسمى فهم يلزمون السنة ويلزمون الحق ويلزمون الوحي من جهة، وفي نفس الوقت أيضا يأتلفون ويلتقون ولا يفترقون حول الإمام أو حول من تلتقي عليه الأمة. فبذلك يكون قد جمع ما بين السنة والجماعة على خلاف من هو على البدعة والافتراق. فالبدعة هو أن لا تكون على السنة، وأن لا تكون على الوحي الذي نزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم،
والفرقة أن لا يكون هنالك اعتصام مع جماعة المسلمين عندما يأتلفون، ولذلك عندما يأتلفون على إمام. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا أمنع بيعتي في جماعة ولا أمنحها في فرقة. يعني متى ما رأيت المسلمين التقوا على شخص فأنا معهم، متى ما اختلفوا أنا لن أدخل في ساحة فرقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث طبعا هنا: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام قال: تعتزل تلك الفرق كلها. هنا في السياق السياسي مجرد غياب الإمام دل ذلك على أن الأمة في حالة افتراق وفي حالة تشتت وفي حالة تباين إلى أن يأتلفوا على هذا على المستوى السياسي، لكن لا يعني غياب المفهوم السياسي أن يكون هنالك غياب للمفهوم الأول اللي هو المفهوم العقائدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يتكلم عن الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة هي قد لا تمثل جماعة المسلمين كلهم، ولكن في سياق الدعوة، في سياق التربية، في سياق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في سياق المجاهدة لأعداء الله، قد تبرز طائفة وقد تبرز جماعة. هذه الجماعة تأخذ كثير مما يمكن أن نتكلم عنه أيضا بجماعة المسلمين في سياق معين، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فالظهور بالحق يمكن أن يكون بوجود الإمام ويمكن أن يكون من غير وجود الإمام. لذلك الإمام الجويني عليه رحمة الله لما تكلم عن فقدان الإمام في كتابه غياث الأمم والتياث الظلم، لما تكلم في هذا الكتاب عن إمكانية أو فرضية غياب الإمام، نقل مباشرة كثير من وظائف الإمام إلى العلماء، لأنهم هم أولي الأمر عند غياب صاحب السلطان أو إمام المسلمين أو خليفة المسلمين، وهم شركاء له كذلك في حالة وجوده. فدي باختصار موضوع الجماعة التي نحن أمرنا بأن نلتزمها وأمرنا بأن نكون من أنصارها ومن أتباعها. وبطبيعة الحال خلينا إذا أردنا أن نوسع بشكل عام فالمسلم مطالب أيضا في القضايا الكبرى التي لها علاقة بقضايا الإيمان وقضايا الكفر وقضايا العدوان على ديار الإسلام، هذه كلها أيضا لها علاقة بقضية أن يكون المسلم ينحاز دائما إلى أهل الإيمان، ينحاز إلى أهل الإسلام، يكون بعيدا عن أهل الكفر، يكون بعيدا عن أهل البدع والعدوان. هذه أيضا من الأشياء التي تدخل معنا في مفهوم الجماعة. نعم، بارك الله فيكم على فضيلة الشيخ على هذا الاستهلال الطيب. وكما أشرتم موضوع حقيقة يعني له ارتباط قوي يعني بالإيمان، والحقيقة المتأمل في يعني السنن الكونية يدرك ما يعني للاجتماع من قوة ومتانة. نعم. وندرك أيضا أن الفرقة والشتات وهن وتضييع حقيقة لبنية هذا المجتمع وهذه الجماعة. حبذا فضيلة الشيخ لو يعني تطرقنا إلى تأصيل لهذه القضية وما يعني جاء فيها من النصوص سنة وقرآنا ليجعل المسلم أنه هذه يعني أساس وركيزة ينبغي يعني أن نفهمها وننطلق ونتشبث بها. بارك الله فيكم. أحسنت. يعني يكاد يكون من أكثر القضايا التي حفلت بالاهتمام في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بجانب توحيد الله سبحانه وتعالى هو توحيد الأمة. نعم. واعتصامها وعدم افتراقها والعمل على تعزيز قوتها وتمتين أخوتها إلى غير ذلك من الآيات. فلو أردت أن تأخذ آيات الاعتصام وعدم الافتراق وخطورة الفشل وخطورة التنازع وأردت أن تأخذ آيات الإخاء وأحاديث الإخاء، ستجد بأن الباب واسع جدا في هذا الموضوع. وبالتالي نستطيع أن نقول بأنه بعد توحيد الله تبارك وتعالى يكاد يكون من أعظم الواجبات هو وحدة الأمة على كتاب الله، كما أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتصم به أمرنا كذلك أن نعتصم بحبله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهنا طبعا فائدة مهمة جدا، وهو أن الاعتصام إنما يكون على الحق، لا يكون مجرد الاعتصام العشوائي. يعني المسلمون لا يلتقون لا على أنساب بينهم ولا على مصالح بينهم ولا على أعراق بينهم، إنما يلتقون على كلمة واحدة وهي كلمة الله سبحانه وتعالى، ويلتقون على ما أمر الله تبارك وتعالى به. وبالتالي لا تصنف الأمة المسلمة بأنها أمة منقلقة، هي أمة منفتحة على كل البشرية.
نعم. وممكن لأي شخص من أي طائفة ومن أي مجموعة ومن أي جنس أن يلتحق بجماعة المسلمين ويلتحق بأمة الإسلام بمجرد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا من الآيات التي يعني نقف عليها في هذا الجانب اللي هي الآية الأولى ذكرت: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. وقول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعم. الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه كلها آيات تدل على أن الشريعة جاءت لتحث المسلمين على إيه؟ على الوحدة، على الاعتصام، على التماسك، على التآخي، إنما المؤمنون إخوة. كل ذلك يدلنا على أن قيمة الوحدة وقيمة الاعتصام من أعظم القيم التي يجب الاهتمام بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يقول: أمرت بثلاث، أو يعني مما أمرنا الله تبارك وتعالى به: أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن لا نفترق، أو أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق. يعني أن نقيم توحيد الله ونقيم وحدة الأمة في نفس الوقت. فهذه من الأحاديث أيضا التي وكذلك انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا تعبير بطبيعة الحال عن قول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على أهمية التماسك والترابط، وأن لا يفسح المسلمون مجالا للشيطان بينهم، ولا مجالا للافتراق بينهم، ولا مجال للتخاصم بينهم. ولذلك وضعت الشريعة حتى عند الاختلاف وعند التقاتل، حتى قد يبلغ، نحن بشر في نهاية المطاف، قد يكون هنالك خلاف بين المؤمنين. الله تبارك وتعالى أمرنا بأنه نسعى لمعالجة هذا الاختلاف قبل أن يتطور إلى اقتتال. وإذا كان والله سعت الجماعة المسلمة أو سعى المصلحون إلى أن يوحدوا الصفوف ويحلوا الإشكال، ثم بدأت هنالك طائفة أو بقت فئة من الفئات لا تريد أن تلتزم بحكم الله ولا تريد أن تلتزم بحكم المسلمين، فإن هذه الفئة يجب على أهل الإسلام جميعا أن يقفوا ضدها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وهكذا. فتلاحظ بأن الشريعة إنما جاءت بهذا السياق العام الذي يجب أن تكون الصورة فيه واضحة، هو أن الوحدة والاعتصام والتكاتف والترابط من واجبات هذا الدين التي يجب أن لا نفرق فيها بأي شكل من الأشكال. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حقيقة سردكم هذا يعني يجعلنا يعني أمام فهم أنه قضية الاجتماع وقضية أيضا وضع يعني من يقود الأمة من الركائز ومن الواجبات. نعم. والبعض فضيلة الشيخ قد يكون ممكن أكون لوحدي، وممكن يعني أنا أسير في هذا الدين، وخاصة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح في أنه إذا كان في السفر يعني يأمر عليهم واحد، فيعني ما بالك شيء. لو أكدتم لنا هذا الأمر حتى تكون حقيقة الجهود رامية إلى الاجتماع وإلى اختيار وإلى الوحدة وإلى قيادة تسير بالأمة نحو غاياتها السامية. بارك الله فيكم. طبعا نحن في ظل طبعا ولاية الإسلام ودولة الإسلام هنالك من يمكن أن يقوم بالشأن العام. نعم. يعني تقوم الدولة بقضايا الحاج والزكاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على الضعفاء والمساكين، وكذلك على الجهاد في سبيل الله وعلى الأمر بالمعروف، فيكون هنالك دولة على الأقل قائمة بهذا الشأن. جميل. حينها يمكن للإنسان أن ينظر إلى فروض الكفايات، فإذا وجد أن فروض الكفايات أديت فلا حرج أن ينشغل الفروض العينية. طيب. لكن في حالة أنه والله حتى والدولة قائمة، إذا رأيت أن هنالك من فروض الكفايات ما لم يؤدى، وهو فروض الكفاية في أبسط تعريفها أنه يسقط عن البعض بالبعض، فيقال بأن أحيانا المراقبة لفروض الكفايات أحيانا تكون مهمة بشكل كبير، لأنك لا تستطيع أن تضمن بأنك خارج الإثم، لأن الإثم يقع عندما لا تكتمل فروض الكفايات ولا تؤدى على الوجه المطلوب. فكثير من الناس يتصور بأنه والله يا أخي هذه الأمور العامة لا تشغله، لا تشغلك، لأنه في النهاية هل سقط عنك الواجب أم لم يسقط عنك الواجب؟ لا يسقط عنك الواجب إلا إذا قامت به فئة على أحسن وجه،
وأدي هذا الفرض الكفائي. لكن في حالة عدم وجود الفرض الكفائي بوجهه الصحيح يلزم الإثم لجميع الناس. وبالتالي هذه الأمر الثاني، لاحظ لا كل شعائر هذا الدين تحثك كلها على الاجتماع، فنحن نؤدي الصلوات بشكل جماعي، ونؤدي الصيام بشكل جماعي، ونؤدي الشعائر الحج بشكل جماعي، فكثير من القضايا نؤديها بشكل جماعي. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى قوة في بعض الجوانب، وكذلك الجهاد يحتاج إلى قوة بلا نزاع. فمسألة إنه والله الإنسان يمكن أن ينكفئ بنفسه ويبتعد ولا يهمه الوضع العام، هذه طبعا من المفاهيم للأسف الشديد الخطيرة التي يبحث فيها أحيانا بعض الناس إلى الخلاص الشخصي، وكأن الأمة لا تهمه، وكأن المجال العام لا يهمه. وهذا طبعا للأسف الشديد قد يكون ناجم كذلك من المفاهيم التي سقيت فيها الأمة بسبب الحالة التي نحن فيها. ده في حالة وجود دولة. في حالة غياب الدولة بطبيعة الحال فإن كل هذه الواجبات ستنتقل إلى الأمة بمجموعها، وهنا يكون العمل بقول الله تبارك وتعالى: ولتكن أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فوجود طائفة من الطوائف، مجموعة من المجموعات حول أي واجب من الواجبات، هذا يكون أمرا مطلوبا حتى تستطيع يعني فلتكن هنالك جماعة تأمر بالمعروف، فلتكن هنالك جماعة تأمر بالجهاد، فلتكن هنالك جماعة تعلم الناس، فليكن هنالك جماعة مثلا للعمل الخيري والمؤسسي، ولتكن هنالك جماعات فيما يتعلق بالتنمية البشرية إلى غير ذلك. فنحن في ظل غياب الدولة فإن المهمة الجماعية بتكون أكثر بطبيعة الحال، وحينها ليس بلازم، هنا لا نتكلم عن تحزب من شكل من أشكال التحزب، ولكننا نتكلم عن شكل من أشكال التعاون والتكاتف والترابط الذي يؤدي إلى نجاح الفعل المطلوب شرعا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا الحديث يعني حتى يأخذ يعني مجرى التنزيل، وإن أتينا إلى واقعنا كبلد كمسلمين في إريتريا، ما القدر اللي ينبغي حقيقة أن نسعى إليه؟ ونحن نعيش فضيلة الشيخ كما يعني نعيش حالة من حقيقة ضعف، وحالة من وجود حاكم لا يعطي أبسط الحقوق يعني لمواطنيه يعني كمكون مسلم. ما الدور المطلوب يعني للمسلمين اليوم في إريتريا اللي هو واجب الوقت اللي ينبغي أن يتجهوا إليه؟ وهل من يدعو إلى الاعتصام في هذا السياق للأمة وللمكون المسلم، يعني ماذا يعني ينبغي أن تكون عليه الدعوة وفي هذا الباب؟ بارك الله فيكم. وطبعا للأسف الشديد ما يجعل الناس يتوهون أحيانا في الافتراق والنزاعات هو تعظيم ما ليس حقه التعظيم، نعم، وتقديم ما ليس حقه التقديم. هذه الإشكالية الكبيرة. يعني مثلا أنت كما تفضلت الآن أمام سلطان متجبر طاغية طائفي يعمل على تكريس ديانة معينة، يعمل على تكريس ثقافة معينة، يعمل على تجريف المجتمع المسلم وإخراجه تماما عن دائرة التاريخ والجغرافيا. هذه كلها يسعى إليها، ومع ذلك تجد نحن والله النزاعات فيما بيننا تأخذ أشياء جزئية. تجد كثير من الناس يعني مثلا مجرد أن أختلف معك أنت في قضية جزئية ليس هنالك استعداد للعمل معا، وهذه إشكالية كبيرة. طيب ما الذي يجب أن يلتقي عليه الناس؟ يعني لاحظ لما تلوت قول الله تبارك: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا، وما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى إلى آخر. قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين، لاحظ هنا على ما يلتقي هؤلاء الرسل، هؤلاء لا يلتقون حتى في جزئيات الشريعة، إنما يلتقون في أصول الشريعة. هنالك الكثير من القضايا اليوم نحن نلتقي عليه بفضله فروعا وأصولا. يعني أمة الإسلام اليوم ما شاء الله تلتقي على لا إله إلا الله، وتلتقي على الصلاة، وتلتقي على الصيام، وتلتقي على الحج، وتلتقي على الزكاة، وتلتقي على المحرمات. نعم، متفقون مثلا أن الزنا حرام، وأن الربا حرام، وأن الخمر حرام، وهذه كلها. حتى لو افترضنا في واحد من الناس بنفسه يخطئ لكن لو تجد متفق معك. إذن هذه أليس من الأولى أن نلتقي على هذه الكليات الكبرى، الكليات الجامعة لنا، ونلتقي كذلك على أن مصلحتنا الوطنية نفسها مع بعض، إن قوتنا ووجودنا وحضورنا في البلد وحضورنا في السلطة السياسية كلما توحدنا كلما قوي هذا الحضور، مش كده؟ طيب. وكلما افترقنا ضعف هذا الحضور. صحيح. طيب أيضا كلما حاولنا أن نلتقي
ونتوحد كلما زاد التأثير، استطعت أن تضغط على الطرف الآخر، وكلما تمزقنا وافترقنا كلما ضعف هذا التأثير. لذلك الله تبارك وتعالى ما قال ولا تنازعوا فتفشلوا، والفشل هو الضعف، تذهب ريحكم، والريح هي القوة. كأنما الله سبحانه وتعالى يقول لك والله إذا لم تلتقي على الوحدة فيما يجمعك من مصالح الدين والدنيا وفيما يجمعك من كثير من المشتركات، فإنك ستضعف وستفشل وستذهب قوتك. تأبى الرياح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا تفرقت تكسرت آحادا. فهذه المسألة مهمة جدا في واقعنا اليوم على وجه التحديد. ليس أمام المسلمين إلا أن يتجاوزوا خلافاتهم الثانوية وخلافاتهم الجزئية ويلتقوا على الأقل. خلي الخلافات الجزئية هذه كل طائفة أو كل مجموعة فلتعمل فيها بما تراه، لكن يجب أن نحدد أن الهم الأكبر الذي يجمعنا جميعا هو أننا نحن في بلادنا هنالك مشتركات كثيرة جدا، أكثر من 80-90% يمكن أن نلتقي عليها. صحيح. ويمكن أن تجمعنا، حتى أقول بين الإسلاميين وحتى القوى الوطنية الأخرى. ستجد أن المشتركات كبيرة وكبيرة جدا في ظل إزالة الطغيان. يعني لو أنك فقط التقيت على هدف واحد اللي هو إزالة الظلم القائم وإقامة العدل الذي يكون هذا وحده جميل. إزالة الدكتاتورية، إزالة الاستبداد، فك اللي هو فك السجناء والمعتقلين، هذه كلها من القضايا التي يمكن أن يلتقي عليها الناس. نعم، بارك الله فيكم. يعني حقيقة إذا كان للاجتماع هو يعني رص الصفوف هذه هذه المرتكزات وهذه القيم الجميلة والمهمة من إزالة الظلم وغيره. فضيلة الشيخ، هناك يعني يأتي بعض الأصوات التي يعني ربما عندها غبش في يعني كون ندعو يعني إلى وحدة المسلمين والمطالبة بحقوقهم. هل هذا يعض في الوحدة الوطنية؟ وهل إذا يعني اجتمعنا نحن حنحافظ على حقوقنا وعلى حقوق الآخرين، أو يعني نكون مثلا خصما لحقوق الآخرين؟ لعل من إضاءة أو يعني توضيح لمثل هذا حتى تكون الأمور جلية، وأننا حقيقة بمطالبة بحقوقنا يعني كمسلمين. ليس بالضرورة أن يكون نجحف في يعني لو بصرتونا في هذا الجانب. بارك الله فيك. أولا شيخنا، بالنسبة لمن لم يكن قادرا أو هو عاجز عن المطالبة بحقه فإنه أعجز أن يطالب حقوق الآخرين. نعم، هذه لابد أن تكون الصورة واضحة. جميل. ثم عندما تطالب بحقك نعم وتسعى لاسترداد هذا الحق، فإن هذا مما يعزز الوحدة أصلا ولا يؤدي إلى تفريق، لأنه أنت ليس مطلوبا منك أن تلتقي مع الآخر على ظلم نفسك، هذا ليس مطلوب. جميل. وليس المطلوب كذلك أن ألتقي مع الآخر على الباطل، هذا ليس مطلوب. أن ألتقي معه على الحق. جميل. هذا الحق مكفول لي ومكفول له. يا سلام. هذه الأرض التي قاتلنا فيها جميعا، نعم، وتحررت بدمائنا جميعا. أكيد. ما الذي يجعلها مستأثرا لفئة دون الآخرين؟ طيب الآن كلما جاءت حملة من أثيوبيا، هل والله هنالك نظر لأنه الذين يمتازون بالخيرات فقط هم الذين يقاتلون، ولا الكل قاعد يؤخذ في الحملات والكل مطالب بالدفاع؟ أليس كذلك؟ جميل. طيب ما دام الأمر بهذا الشكل، نعم. أنت حتى تطالب الناس بالدفاع عن هذا الوطن الذي أنت تراه والله للجميع، إذا أصلا أنت ترى هذه الرؤية، يجب أن يتمتع بخيراته كل الناس، يجب أن يشترك فيه كل الناس. نعم. يجب أن يشعر الناس بأنهم متساوون في المواطنة، وليس هنالك مواطن من درجة أولى ومواطن من درجة ثانية. ليست هنالك ثقافة غالبة وثقافة مقلوبة، ولكن هذه الثقافات تتفاعل في داخل هذه بنية الدولة التي نتكلم عنها. وبالتالي في تقديري أي فئة يقع عليها ظلم طبيعي جدا أن تتداعى، ومن الخطأ جدا أن نقول لا والله أرفع شعار عام حتى يلتقي. لا، هذا مش مهمتي أنا. ما هو إذا الآخر أصلا شاعر بأنه والله أنا ظلمي يهمه ويجب أن يقف معي في نصرتي، ووقوفه لنصرتي وهو غير مظلوم، هذا سيجعلنا فعلا نعزز اللحمة الوطنية. لكن الذين مثلا لا يريدوا أن يعترفوا بمظالم المسلمين، نعم، ويرون بأن والله يا أخي عندما يقوم المسلمون بالمطالبة بحقوقهم هذا نوع من الطائفية، وهذا نوع من هؤلاء لا يفهمون طبيعة الحقوق أصلا. من الخطأ جدا أنه أنت شخص مظلوم تقول له لا والله أنت لا تطالب إلا بقضية عامة. من قال ذلك؟ أي مظلوم يطالب بحقه. ظلم ظلما دينيا، ظلم ظلما قوميا، ظلم ظلما سياسيا، ما فيش. لكن بعد ذلك عندما نبدأ في تشكيل
صورة الدولة التي نتطلع إليها، يجب هذه الدولة أن تعطي كل ذي حق حقه، حتى لا يخرج علينا واحد يقول والله أنا حقي مهضوم في ظل هذه الدولة. وبالتالي من الخطأ أن نتهم الناس الذين ظلموا بأن والله يا أخي أنتم لماذا تتحدثون عن مظلمتكم؟ هذا طبيعي، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فطبيعي أن من يظلم يعبر عن مظلمته، وطبيعي من يظلم يجاهر بها، وطبيعي من يظلم يحشد لها. هكذا هي طبيعة الحياة. نعم، بارك الله فيكم على يعني حقيقة هذا الإيضاح الشافي. حقيقة ينبغي أن يكون في تصور الناس عامة ويعني المسلمين خاصة حيال مثل هذا الموضوع الهام والكبير. فضيلة الشيخ، حقيقة هناك يعني مجموعة من القيم التي ينبغي أن تراعى للحفاظ مثلا على الجسم الجماعي، حتى حقيقة يكون جسما قويا، جسما حقيقة يسعى الجميع، من مرتكزات، من العدل، من الشورى، من غيرها من الأمور. فحبذا لو تناولنا ما تيسر حتى حقيقة الاجتماع يكون اجتماع يعني جاذب، اجتماع قوي، اجتماع يعني يضمن للجميع يعني حقوقهم في ظل يعني مبادئ وقيم الإسلام التي جميعا نسعد بها. بارك الله فيكم. نعم، أهم قيمة نعم يعني يجب أن يلتف حولها المسلمون هو قيمة الوحي المنزل من الله، لأنه الجامع بيننا أننا نحن مسلمون، مش كده؟ فأهم قضية أن والله جميعا يكون هنالك الحد الأدنى الذي يعني يجعل الناس يلتقون عليه، يشعرون بأن هنالك هوية واحدة تجمعهم. نعم. وبالتالي هنا لا أريد أن أفصل، لكن صعب جدا أن والله شخص ينتسب إلى الإسلام ولكن لا علاقة له بالإسلام من حيث هذه إشكالية. فالنقطة الأولى، وده طبعا مما ذكرته في قضية الالتقاء، يكون على الحق. جميل. نعم، الالتقاء يكون على الحق ليس على الباطل. فنحن نلتقي على الإيمان، ونلتقي على التواصي بالإيمان، ونلتقي على العمل الصالح، وهكذا. هذه من الأشياء التي نلتقي عليها أساس. نعم. النقطة الثانية أيضا يجب أن من القيم المهمة جدا، ما دام أنه والله الصورة التي نحن نلتقي عليها هي صورة الحق، وهذا الحق ليس من عند أنفسنا ولا من ذواتنا، إنما هو منزل بكتاب من الله سبحانه وتعالى، يجب أن نتآخى على هذا الحق. هذه قيمة التآخي، قيمة التحابب، قيمة التراحم، دي من القيم المهمة جدا، لأن المجتمع الذي لا تسوده الأخوة بطبيعة الحال لن يكون مجتمعا متماسكا، سيظل مجتمع مفكك ويستطيع أن يتلاعب به كل الناس. للأسف الشديد بنية المجتمع المسلم وهوية هذا المجتمع حصل فيها تفتيت كبير جدا، ولذلك تجد كثير من الناس لا يؤلمه ما يؤلم المسلم الآخر. إذا وقع ظلم على شخص، أو وقع ظلم على مجموعة، أو وقع ظلم على أفراد بعينهم، أو على إقليم من الأقاليم، يجب أن يكون مثل المؤمنين في توادهم وتراحم كمثل الجسد الواحد. هذا الجسد الواحد يشتكي مما يشتكي منه أي فرد من أفراده. هذه من النقاط. النقطة الثالثة أيضا، ونحن نتكلم عن إيجاد الحالة الجماعية، لا بد أيضا من توسيع قوالب الشورى. توسيع قوالب الشورى، يعني أنت لا يمكن أنك والله تجمع الناس وأنت متأكد أنه والله فيهم تباينات وفيهم اختلافات وفيهم كذا، لكن هنالك التقاء على مصالح كبرى وعلى كليات عظيمة في هذا الدين، لكن تريد والله أن تسوسهم برأيك الواحد. كثير من الناس هذا أيضا يصعب عليه. لا، الناس تحب اليوم يحب أن من يقودهم بقناعتهم، يقودهم بآرائهم، وهكذا. أيضا من الأشياء المهمة جدا إعطاء هوامش من الحرية داخل هذه الشورى. يا سلام. اترك الناس يعبرون، اترك الناس ينتقدون، اترك الناس يقدمون مقترحاتهم، اترك الناس يقولون مثلا فلان أخطأ وفلان أصاب. هذه من القيم أيضا للأسف الشديد. أحيانا يعني بعض الناس ينزعج من وجود هوامش من الحرية داخل الكيانات الجامعة. النقطة التي أشرت إليها وهي نقطة العدل. نعم. أيضا موضوع العدل، سواء كان عدلا في المحاكم، أو عدل في الثروات، أو عدل في الكفاءات، في توزيع المهام، إلى غير ذلك من قضايا العدل، كل ذلك يدخل معنا في مفهوم العدل. أي جماعة من الجماعات يشعر أفرادها في داخلها بأن هنالك مظالم، وبأن هنالك مثلا تحيزات غير صحيحة، كأن تتحيز قبيلة مع بعض، أو يتحيز إقليم مع بعض، أو تتحيز مجموعة فكرية مع بعض، هذه التحيزات التي يراها كثير من الناس بأنه لا تعبر عنهم، هذا أيضا يجب الالتفات إلى أن قيمة العدل تشمل كل هذه المساحات. وأهم هذه القيم
أنك والله تولي الأكفاء للعمل العام، جميل. من هم والله أهل كفاءة وأهل قدرة وأهل مكنة. مثلا عندك المجال السياسي يتولاه أهل السياسة، عندك المجال المالي يتولاه أهل المال، مجال العسكري يتولاه من لهم خبرة في هذا. حينها يشعر الناس بأن والله التقدم في صفوف الجماعة تقدم عادل وتقدم فيه مراعاة الكفاءة. هذه عموما من الأشياء التي لا بد أن نراها. أيضا من الأشياء المهمة جدا في هذه التجمعات التي نتكلم عنها مراعاة الخلاف. جميل. يعني نحن لا نتكلم عن نفي الخلاف، الخلاف سيقع، لابد. لا بد أن يقع، حتى لو كانت مدرسة واحدة فكرية يمكن أن يقع بينها تقدير موقف معين يؤدي إلى خلاف. هنا علينا أن نفرق بين نوعين من الخلاف: الخلاف الذي يسمى خلاف الأصول أو خلاف التضاد، نعم. اللي هو المناقض الكلي لكتاب الله والمناقض الكلي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقبله أحد داخل الصف المسلم. لكن هنالك بعض الخلافات ذات الطابع الفقهي وذات الطابع السياسي المصلحي. التقديرات هنا لابد أن تستوعب. طيب، يمكن نسمح للناس أن يخوضوا ما شاءوا إلى لحظة إلى لحظة حسم القرار، أيا كان هذا القرار، قرار فقهي، الجماعة لابد أن تلتزم برأيه. من ميزة الشريعة الإسلامية مثلا الإمام والسلطة لا تتدخل في شؤون التعبديات. يعني مسائل العبادة شأنك، دار تتعبد بالإمام مالك، دار تتعبد لكن لما ندخل إلى الشأن العام، هذه القضية تمسنا جميعا، نريد أن ندخلها في قانون ليكون هذا القانون قانونا شاملا. هنا لابد من حسم. نعم. هذا الحسم له آلياته على كل، سواء كان آليات برلمانية، آليات شورية، آليات كذا، المهم يتم اختيار رأي من الآراء. نعم. أخذنا رأي من الآراء من الناحية العملية هو الذي سيعتمد، يلزم الجميع، يلزم الكل. جميل. لكن من ناحية العلم والمعرفة يتم التداول في الأوساط العلمية بالآراء الأخرى. نعم. يعني يمكن أن تدرس أنت كل الآراء المتاحة، لكن في النهاية العمل في الدولة مثلا، أو العمل في الجماعة، والعمل في المطار في الإطار الفلاني هو بهذا الرأي. كاختيار مثلا مذهب فقهي معين، مثلا أن تختار مذهب، أو في يعني تكون أحيانا اختيارات واجتهادات معينة ترجحها الجماعة. جميل. هذا على المستوى الفقهي. عندك على المستوى السياسي، على المستوى السياسي غالبا هو مسألة التدبير في المصالح. نعم. وتحصل فيه إشكالات غالبا، تقدير المصالح، تقدير المفاسد، تقدير الأولويات، تقدير المآلات. يعني ما نحن فيه اليوم تقريبا، لو تلاحظ الآن الخلاف الحاصل في موضوع الحرب الجارية اليوم في منطقتنا، نعم. ما بين إيران وما بين الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية. انظر إلى تباين الناس واختلافات حتى العلماء تباينت آراؤهم بسبب أنه والله المسألة مسألة فيها تقديرات. طيب، في السابق كان العلماء عندهم قاعدة أنه والله رأي الحاكم يرفع الخلاف. جميل. حتى في الشأن الفقهي، لأنه هو سيرفع الخلاف حتى في الفقه. لكن خلينا الآن في السياسة. نعم. في السياسة زمان في إمام للمسلمين، هذا الإمام هو الذي يراعي مصلحة الأمة الكبرى، يقدم ما يرى من تقديم أولويات، يؤخر ما يرى، يسالم جهة، يصالح جهة، يهادن جهة، إلى غير ذلك، من خلال الشورى. طبعا له مستشارين وله مؤسسات وله كذا، لكن في النهاية إذا اختلفت هذه المؤسسات فإن المرجح فيها هو رأي الحاكم. الحاكم سيحسم الموضوع. اليوم فتنتنا التي نراها هو قيام الحاكم الذي يرفع الخلاف، والموقف سياسي. يعني هنا المسألة ما مسألة فقهية عادية، لا، ما مسألة سياسية. جميل. فهنا طبعا غياب الذي يرفع الخلاف يتطلب مراعاة الخلاف. ما دام انه والله نحن لسنا لا عندنا امام، لا عندنا مرجعيه علميه. يعني مثلا في الاطار الشيعي عندهم مثلا حاجه اسمها المرجعيه تحسم الخلاف. يعني الان في العراق اذا قال السيستاني كلاما خلاص لا معقب لحكمه. فالحاله السنيه تعيش حاله من التشتت المرجعي، اما تشتت مرجع على اساس احزاب، واما تشتت مرجع على اساس مذاهب، او تشتت مرجع على اساس افكار، وليس هنالك من يستطيع ان يحسم هذا الخلاف. على كل، في ظل هذا الوضع فان المطلوب بطبيعه الحال ان يكون هنالك ادب الخلاف في مثل هذه الامور. ان تقل رايك، عبر عن رايك، وخصوصا معظم الذين يختلفون كلهم في مقاعد المتفرجين. يعني ما في واحد اليوم مثلا عنده الشغل ميداني مثلا. فما دام ان المساله هي مساله حشد إعلامي، هو حشد سياسي، حشد رأي عام، دون أن يكون هنالك فعل حقيقة على الأرض، فإن
مراعاة هذا النوع من الاختلاف مسألة مهمة جدا. فمثلا لا تستطيع أن تحرم هذا الفلسطيني الذي يرى إيران تدعمه بأنه والله يقف ويساندها ويشعر بأن والله هذه الدولة ساندته، مسألة طبيعي. ولكن في نفس الوقت أيضا لا تستطيع عن السوري والعراقي واليمني الذي تقتله إيران أن تقول له والله يا أخي أنت يجب أن تساند إيران وتقف. لا يستطيع. أول لقياب كما قلت الذي يرفع الخلاف. جميل. النقطة الثانية لاختلاف وجهات النظر في الموضوع، يعني كل واحد متضرر من طرف وفي طرف مثلا مستفيد من طرف، وهكذا. في ظل هذا الوضع يجب أن نحافظ على الحد الأدنى من الألفة، على الحد الأدنى من الرؤى الفقهية والعلمية، على الحد الأدنى من الاحترام، لأننا نلاحظ الآن في إشكالات كبيرة جدا في هذه الفترة. إسقاط يعني مثلا من يقف مع إيران يوصف بالتأيرن، ومن يقف مثلا في الحياد يوصف بالصهينة، وهكذا. ومن يقف طبعا مع الصهاينة هذا شأن آخر يعني، لكن أتكلم هنا عن الحالة العلمية. نعم. لكن لا يكاد يكون شخصية علمية شرعية مثلا يقول لك والله أنا أريد أن أقف مع الولايات المتحدة الأمريكية وأريد أن أقف مع الصهاينة، هذه لا يقولها مسلم أصلا. لكن ممكن يقول لك والله هذه المعركة لا تعنيني، هذا رأيه. فيجب أن يحترم الرأي، ويجب أن تحترم القيادات العلمية، ونعتبر أن اجتهادهم اجتهاد معتبر واجتهاد مقدر. صحيح ممكن واحد يقول أنا أختلف مع هذا الرأي، ويمكن له أن ينقضه علميا مع الاحترام ومع التقدير ومع حفظ المقامات. ولكن علينا أن لا نحرق المراكب. يجب أن لا نحرق المراكب. أحسنتم حقيقة على هذا الكلام المهم في بابه وفيما حقيقة الآن نمر به. وهذا الحديث حقيقة يجعلني أيضا فضيلة الشيخ أتطرق إلى قضية أخرى، وهي قضية حقيقة يعني التعلم والتواضع للتعلم. بمعنى هل هنالك فضيلة الشيخ يعني قداسة لخلفيات حزب أو أشخاص، أم أنه الحاكم دائما وما يرجع إليه هو يعني النظر للناس، أو أيضا حتى في قضية الاجتهاد الشيخ الآن ما المطلوب؟ اجتهاد جماعي ممكن يكون عاصم في مثل هذه الأحداث التي نعيشها. لو بينتم لنا، لأنه بعض الناس حقيقة يذهب إلى خلفياته مهما كانت الأمر ويعمى ربما عن حقوق الآخرين أيضا في الرأي وفي الطرح. بارك الله فيكم. هي هذه واحدة من مصائب الزمان. نعم. وهي من قضايا الفتن يعني التي تمزق الولاء. يعني الله سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. نعم. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نحن في فتنة وفي فساد عريض جدا. لماذا؟ لأن الولاءات صارت إما ولاءات حزبية، فالحزب عنده لجنة شرعية وعنده قيادات وعنده كذا يصدر، والقطيع كله خلف ذلك، دون النظر إلى أنه والله في آراء أخرى، في اجتهادات أخرى، في اعتبارات أخرى. المصلحة نفسها بأي شكل، هل أنت قدرتها بمصلحة الإسلام والمسلمين أم قدرتها بمصلحة الجماعة ومصلحة الحزب إلى غير ذلك؟ هذه كلها واحدة من القضايا الفتن. هل قدرتها بمصلحة الوطن حقك الخاص؟ يعني بعض الناس ينطلق من منظور وطني فقط، إنه والله مثلا الدولة الفلانية دعمتني. طيب هي دعمتك أنت، ولكنها سحقت آخرين، قتلت آخرين ودمرت آخرين. صحيح. لا بد يعني هذا الشعور، يعني شعور الجسد الواحد لا بد أن يكون أقل أحواله أنك يجب أن لا تستفز الذين تضرروا من هذه الجهات التي نتكلمها. ومن تضرر من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تقول له لم تضرر. نعم. من يقنع الآن أهل غزة بأنه والله حربهم خلال عامين أو 3 أعوام كانت مع الكيان الصهيوني مثلا؟ هذه لا أحد يجادل فيها، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء أن تلومهم في أنه والله كل من دعمهم ووقف معهم وساندهم سيعتبرونه بالنسبة لهم. لكن أن لا يكون هنالك مغالاة، وأن لا يكون هنالك مبالغة لدرجة أنك تعمل على تحسين باطله وعلى تحسين مذهبه. يعني اليوم نعرف نحن مثلا المذهب الشيعي يقوم على كثير من الكفريات وعلى كثير من البدع وعلى كثير من الإجرام، يقوم على ذلك. صحيح. فلا تصنع من قضيتك العادلة والوقوف معها بأنه والله شماعة لأن تمرر من خلالها المشاريع الظالمة. نعم. لأنه ما في إشكال، أنت أقبل دعمه أقبل، لكن في النهاية المرفوض أن لا يتحول ذلك إلى، كما أيضا بعض الذين الطرف الآخر الذي يريد أن يجعل مثلا من الولايات المتحدة الأمريكية حامي حمى الأمة وحامي حمى الديار، هذه نفس إشكالية. فكل ذلك في تقديري يتطلب أولا كما تفضلت، يتطلب أن نتواضع، وخصوصا طلبة العلم الذين لم يمتلكوا أدوات الاجتهاد. نعم. كثير من الاجتهاد، من أنت حتى تجتهد؟
ما هي اليوم الاجتهاد نفسه رتب هائلة جدا. نعم. والذين يمتلكوا أدوات الاجتهاد قلة، ما كل الناس اليوم يقدر يقول لك اجتهد يعني. وبالتالي يعني هذه السيولة للأسف الشديد، السيولة التي نراها، بحيث كل إنسان يمكن أن يفتي، وكل إنسان يمكن أن يتكلم، وكل إنسان يمكن أن يناطح الكبار، والأمر ليس كذلك. فأنت طالب علم لا تستطيع أن ترد على شيخ مثلا من مفتي ديار معينة مثلا، وبالتالي احترم رأيه وإن اختلفت معه. جميل. ويمكن أنت أن تقلد غيره، لأنت في النهاية مقلد، ما دمت أنك لست مجتهد فأنت إيه؟ أنت مقلد. المقلد عليه الاحترام، لكن عليه أن يسلك كذلك سبل الدراسة والتعلم والاستفادة واستثمار الوقت، حتى يستطيع أن يكون إن شاء الله من أهل النظر وأهل الاجتهاد، أو على الأقل أهل الاختيار بين الآراء وبين وهذه مسألة مهمة جدا. وكثير من الناس للأسف الشديد يعني يقع في الظلم نتيجة أنه هو ما عنده علم. سبحان الله. نعم، يكون ما عنده علم. والقضايا يعني. نعم، والقضايا كبيرة يعني، قضايا هذه أحسنت. النقطة التي نبهت إليها، ليت سبحان الله، ليت الجماعات والمشايخ والعلماء يذهبون في هذه النوازل إلى ما يعرف بالفتوى الجماعية. وهنا طبعا الفتوى الجماعية أيضا عندي فيها ملاحظة، يعني بعض الناس هو يتصور نفسه أصدر فتوى جماعية، بمعنى هو ساق البيان وحدد الوجهة كويس معك بناء على اعتبارات هو تخصه مثلا، ثم يريد من الآخرين أن يوقعوا على بيانه. ليست هذه الفتوى الجماعية. قد تكون الفتوى الجماعية هو أن يلتقي الناس جميعا، نعم. ثم تقدم أوراق معينة حول النازلة، توصيف النازلة، طبيعة النازلة، ثم يدار النقاش حول ما هو الموقف الشرعي من هذه النازلة، فيكون في أهل الخبرة وأهل العلم. نعم. أهل الخبرة في المجال السياسي، المجال الاستراتيجي، المجال العلاقات الدولية، مجال الإدارة مثلا، مجال العسكري، هذه كلها المجالات التي تتطلب فيها النظرة الاستراتيجية، نظرة المآلات، وفي نفس الوقت إنه والله أهل الفقه وأهل النظر الشرعي، فجميعا مع بعضهم يصلوا إلى الصيغة الأمثل للفتوى. هذه على كل الصيغة أنا في تقديري في ظل الواقع الراهن أفضل طريقة لتجنب الاختلافات والانشقاقات، والذي نراه الآن هو ليس التصعيد والتصعيد المضاد كما يقال، يعني إنه والله كل طرف يتشبث بما هو فيه ويرى الآخرين لا شيء. إذا خرجت الناس بهذا النوع من الدراسة أقل شيء سيكون البون ليس شاسعا. نعم، بارك الله فيك. أي نعم. جميل جدا، ولعل هذه يعتبر حقيقة نصيحة يعني للصف المتقدم المتصدر. نعم. لعلنا أن نختم فضيلة الشيخ للشباب والعامة المسلمين، وخاصة أنه يعني الوجهة العمرية في أنه لو صح التعبير أنه الأمور التي تنزل والأمور التي تشغل يعني كان يجمع لها أهل بدر. نعم. فما بال حقيقة الصغار الناس يتصدرون الآن، ما الذي يجب عليهم في مثل يعني حقيقة، ونحن كما أشرتم نعيش يعني مرحلة يعني فيها فتن ومستجدات ونوازل يعني. نعم. نختم بتوجيهكم في هذا الصدد، بارك الله فيك. هو على كل لو انشغل الناس بما عليه العمل. نعم. أنه الإمام الشاطبي عليه رحمة الله يحذر من قضية الانشغال بما ليس وراءه عمل. للأسف الشديد لو نظرت إلى معظم خلافات الفيسبوكيين مثلا ليس عليها عمل. بل خليني أقول لك الفتاوى التي صدرت وتبناها أصحابها بأنها هي الفتاوى الملزمة والموجبة، إيش ما الجدوى العملية لها؟ يعني هل هنالك جدوى عملية فعلا بنيت عليه؟ يعني مثلا من يرى تأييد إيران هل سيحرض الشباب المسلم للقتال معها؟ هل سيحرض الداعمين من المسلمين لأن يتبرعوا الأموال لها؟ يعني ما في أشياء بنرميها كده كبالونة إعلامية وصدى سياسي، لكن ليس لها ذاك الأثر العملي. فأولا أنا أقول لو أن الناس كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. فأن يقوم الناس بما يلزمهم، يعني اليوم ما يلزم أهل السنة بناء القدرات العلمية، بناء القدرات في التأهيل في مختلف الجوانب، بناء المشروع الذي يلتقون عليه. لماذا نبقى نحن في كل مرحلة من المراحل نحن إما مع الصندوق ألف مع الصندوق باء وكلاهما شر؟ ليش والله تقبل أمة ممزقة ما بين روسيا وما بين أمريكا؟ ليش والله منطقتنا دائما إنه والله إما القاعدة الفلانية أو القاعدة الفلانية؟ لماذا لا يكون هنالك بحث لمشروع جامع لهذه الأمة أن تحمي به نفسها وتحمي شعوبها وتحمي مواردها؟ لماذا والله مثلا المنطقة تكون خاضعة للقواعد الأمريكية؟ لما؟ يعني هل هنالك صعوبة في تكوين مثلا جيش يمكن أن يعبر عن حالة الأمن القومي في هذه المنطقة؟ ففي كثير من الأفكار أنا في تقديري ينبغي أن يفكر فيها الآن، وأعتقد أن ما جرى الآن من أحداث
وإن كان صحيح ظاهرها الآن الشر، لكن عسى الله سبحانه وتعالى أن يخرج منها ما هو خير، بحيث تنظر الأمة إلى مصادر قوتها. نعم. تنظر إلى مصادر قوتها. يعني اليوم عندك ما شاء الله، يعني مثلا بعض الإخوة ضربوا نموذج، هنالك 4 دول الآن: مصر وتركيا والسعودية وباكستان. نعم. لو أخذنا منطقة الوسط، جميل. هذه الكتلة البشرية، تصور أنت الآن ككتلة بشرية، كتلة ليست سهلة، فوق 400 مليون. ككتلة اقتصادية تكاد تكون من أكبر اقتصاديات المنطقة. كخبرات يكاد يكون فيها من أفضل الخبرات. كجيوش، لو جمعت جيوش هذه المنطقة وأسلحتها تكاد تكون من أقوى الجيوش وأقوى الأسلحة. لكن عمليا ما الذي يمنع هذه القوى أنها والله تحاول أن تشكل الطريق الثالث كما يقول؟ هي أنها للأسف الشديد مرتبطة بولاءات خارجية، مرتبطة بأجندات خارجية. يعني اليوم لما تسمع أنت والله مثلا في صبيحة الهجوم على إيران، نفس التوقيت يكون فيه حرب مثلا بين باكستان وأفغانستان، ما هذا العبث يعني. فكل ذلك على كل، أنا أقول المطلوب أن ننظر إلى جوانب العمل التي تعزز وجودنا وتعزز قوتنا وتعزز قوة شعوبنا وتعزز كذلك حماية مواردنا. واليوم نحن الحمد لله نمتلك الكثير من الموارد التي يمكن أن تكون لها تأثيرها في العالم يعني. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. والحديث حقيقة يمتد وفي كثير من القضايا اللي أشرتم إليها. بارك الله فيكم على ما قدمتم. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفعنا بما سمعنا. نسأل الله أن يجازيكم خيرا على استماعكم. وحقيقة دائما وأبدا قضية العمل هي يعني المرتكز، كما قال عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نسأل الله أن نكون عاملين فيما يجمع كلمة المسلمين، فيما يقوي شأنهم، فيما حقيقة أيضا يقوي الإيمان ويجعل للأمة في مختلف مستوياتها حقيقة قوة وتمكينا. وفقنا الله وإياكم إلى أن نلتقيكم يعني قريبا إن شاء الله. نستودعكم الله. نشكر حسن مشاهدتكم واستماعكم، كما نشكر فضيلة الشيخ ما تفضل به. جزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. oh, oh, oh.